رسميا النادي الأهلي على أعتاب مرحلة جديدة، منافسة ساخنة بين سيدورف وجوميز خلافة كولر بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تلقاها النادي الأهلي المصري بخروجه من دوري أبطال إفريقيا في المربع الذهبي أمام ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. بدأت إدارة النادي الأحمر في تسريع خطواتها لإعادة ترتيب الأوراق، خاصة فيما يتعلق بملف الجهاز الفني. فبعد أن قاد مارسيل كولر الفريق إلى تحقيق رابطة لأبطال لسنتين، إلا أن عدم تخطي عقبة البطولة القارية هذا الموسم أثار تساؤلات حول استمراريته، ليصبح تعيين مدرب جديد أولوية قصوى في القلعة الحمراء. لم يكن خروج الأهلي من البطولة الإفريقية مفاجئا بالنظر إلى الأداء المتذبذب للفريق في المواجهات الحاسمة، لكنه ألقى بظلاله على مستقبل كولر الذي بدأ مشواره مع الأهلي عام 2022 محققا نجاحات لافتة. ومع ذلك يبدو أن الإدارة ترى أن مرحلة جديدة تحتاج إلى قيادة مختلفة، خاصة مع طموحات الأهلي في استعادة لقبه القاري المفضل. صراع الثنائي سيدورف وجوميز، خبرة أوروبية ضد معرفة بالمنطقة. أوضحت مصادر داخل النادي أن دائرة الاختيارات بدأت واسعة، لكنها انحصرت حاليا بين مدربين. الأول هو النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف، والثاني المدرب البرتغالي ريكاردو جوميز الذي يمتلك خبرة كبيرة في التدريب بالدوري السعودي والمصري. يعتبر سيدورف 47 عاما أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي، ليس فقط لسيرته الذاتية كلاعب أسطوري، بل أيضا لرغبة النادي في استثمار شعبيته العالمية. سيدورف هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة: أياكس أمستردام سنة 1995، ريال مدريد سنة 1998، وإي سي ميلان في 2003 و2007، بالإضافة إلى مشواره مع انتر ميلان وسامبدوريا. لكن التحدي الأكبر لسيدورف سيكون في الجانب التدريبي، حيث لم يحقق نفس التألق كلاعب رغم تدريبه فرقا مثل ديبورتيفو لا كورونيا ومنتخب الكاميرون. إلا أن إعلانه الإسلام في 2022 قد يلعب دورا في تقريبه من جماهير الأهلي. أما المدرب الثاني فهو البرتغالي جوميز 59 عاما، الذي يمتلك خبرة عميقة في المنطقة، حيث درب نادي الزمالك المصري بين 2019 و2020، وقاد التعاون السعودي إلى تحقيق كأس الملك عام 2019 قبل أن يتولى تدريب الأهلي السعودي، ويصل حاليا إلى منصب مدرب الفتح. تشير سيرة جوميز إلى قدرته على التعامل مع الضغوط الكبيرة، كما أن معرفته بالدوري المصري وبعض لاعبيه الحاليين قد تمنحه الأفضلية في عملية الانتقال السلس. تظهر تحركات الإدارة رغبتها في مدرب قادر على: 1. إدارة نادي ضخم بجماهير تتوقع الفوز دائما، بناء فريق شاب دون التضحية بالنتائج الفورية، استعادة الهيمنة الإفريقية، خاصة بعد منافسة شرسة من الأندية المغربية والجنوب إفريقي. في هذا السياق قد يمثل سيدورف خيارا تسويقيا جذابا لتعزيز النفوذ العالمي للنادي، بينما يقدم جوميز ضمانة عملية بفضل خبرته الميدانية. وفقا لمصادر مقربة من مجلس الإدارة، من المتوقع إعلان التعاقد مع أحد المدربين خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وجود تفضيل مبدئي الجوميز نظرا لطلبه الأقل مقارنة بسيدورف، ولرغبة النادي في التركيز على الاستقرار الفني بعد عام مالي شهد تحديات اقتصادية. عبرت جماهير الأهلي عن آراء متباينة، فبينما يرحب البعض بقدوم أسطورة مثل سيدورف، يرى آخرون أن جوميز أكثر واقعية، خاصة بعد تجارب مريرة مع مدربين أجانب لم يستوعبوا ثقافة النادي. يواجه الأهلي مفترق طرق حاسما، فتعيين المدرب المناسب لن يؤثر فقط على الموسم المقبل، بل قد يحدد ملامح عقد جديد للقلعة الحمراء، سواء عبر بوابة النجمية العالمية مع سيدورف أو الخبرة التكتيكية مع جوميز. الأمر الذي يجعل من هذه الخطوة واحدة من أهم القرارات في تاريخ النادي الحديث.